لو ميه العربيه عندك بتنقص كل فتره، تعال اقول لك تعمل ايه. لان طبيعي ان الميه ما تنقصش، او مقدار النقص فيها يكون بسيط جدا، يعني خلال 50 او 60 الف كيلو تنقص لها بتاع 200 مللي، اللي هو مقدار التبخير العادي. وده بيحصل في اقصى درجات التشغيل كمان، يعني لما تبقى قارص على العربيه على الاخر، لان الميه مش بتوصل اصلا لدرجه الغليان في الموتور. مجرد درجه حرارتها بتعدي ال 90 المراوح بتشتغل وبتبردها تاني. طب لو الميه بتنقص عندك تعمل ايه؟ قبل ما اقول لك تعمل ايه لازم تبقى عارف سبب النقص. وسبب النقص ده ممكن يكون تسريب في اي جزء من اجزاء التبريد زي الخراطيم او الوصلات، ممكن يكون تسريب في سربندين السخن اللي جوه التابلو بتاع العربيه. وساعتها انت هتعرف ببساطه لانك هتلاقي الميه متسربه في الدواسه بتاعه السواق. ممكن يكون جوان وش السلندر فيه مشكله وبيدخل ميه على الغرف بتاعه الاحتراق في الموتور، وساعتها انت برضه هتعرف لانك بالبلدي كده هتلاقي الزيت بتاع العربيه عامل طحينه. ممكن يكون مشكله في غطا الراديتير لو عربيتك فيها غطا راديتير، او مشكله في غطا القربه لو عربيتك ما فيهاش غطا راديتير، وده ساعتها هيخلي العربيه تسخن والميه تنقص. طيب ساعتها ايه الحل اللي المفروض تعمله؟ اولا مش محتاج اقول لك ما تمشيش ابدا بالعربيه وتبطلها فورا لو الميه نقصت او العربيه سخنت، لانك لو مشيت عليها ممكن تجيب موتور. ثانيا زود الميه اللي نقصت دي بميه مقطره بس، مش ميه حنفيه ولا ميه تكييف ولا ميه فلتر ولا ميه معدنيه، لان بيبقى فيها املاح ومعادن بتعمل ترسبات في دوره التبريد وبتخليها تصدي. وبعدها تروح بقى لحد يعمل لك كبس لدوره الميه ويعرف مكان التسريب. طب الراجل ده بيعمل ايه؟ بيركب عداد على دوره الميه ويبدا يكبسها بضغط. لو الضغط ده قل معناها ان في تسريب، وهيبدا يمشي وراه لحد ما يطلعه. ولازم الكبس ده يتعمل مرتين، مره والعربيه بارده الاول، والمره الثانيه لما العربيه تسخن وتوصل لدرجه حراره التشغيل. لان تسريب الميه من العيوب الخبيثه اللي ما بيتعرفش مكانها بسهوله، لان الميه لما بتتسرب من اي خرم مهما كان صغير في دوره التبريد بتتبخر بسرعه نتيجه السخونه والاثر بتاعها بيروح، وده على عكس الزيت اللي بيسيب اثر طبعا.